هل في علاقة بين فيتامين سي وبين زيادة تكوين الأملاح أو فرص تكوين الحصوات عندي؟ دي من الأسئلة اللي جات لنا أكتر من مرة على البيج. تعالوا نفهم إن فيتامين سي جزء كبير منه بيخرج في اليورين زي ما هو، وحوالي 40% منه الكبد بيحوله لمادة الأوكزاليت أو حمض الأوكزاليت أو الأوكزاليك أسيد، وده الجسم بيتخلص منه عن طريق إنه بيخرجه في اليورين. الأوكزاليت لما بيلاقي الكالسيوم بيمسك فيه ويعمل كالسيوم أوكزاليت ويبدأ يكون أملاح الأوكزاليت. بالنسبة للفوسفات، فيتامين سي بسبب حمضيته بيخلي الجسم يتخلص من الفوسفات بسرعة عن طريق اليورين. برضه في وجود الأملاح الأخرى مع الفوسفات يبدا يتكون عندي حصوات الفوسفات. يبقى كده عندي نوعين من الاملاح مرتبطين بفيتامين سي، الاوكزاليت والفوسفات. فالناس اللي عندها زياده في املاح الاوكزاليت او الفوسفات من تحاليل البول السابقه ممنوع تاخد فيتامين سي اكتر من 1 جرام يوميا. طبعا انا بتكلم هنا عن الناس اللي بتستخدم فيتامين سي لاسباب علاجيه، سواء بقى بنتكلم عشان تحسين اداء البشره وتقليل التجاعيد، او انا بستخدمه عشان خاطر نزلات البرد او رفع اداء الجهاز المناعي، وبنوصل في بعض الاحيان لجرعات توصل من 6 ل 8 جرام في اليوم. انما الناس ديت قلنا ما ينفعش تاخد اكتر من 1 جرام يوميا، مع مراعاه ناخد بالنا من شرب كميات كبيره جدا من الميه عشان ابدا اخفف قدر الامكان اليورين واسهل خروج كل الاملاح دي. افتكر دايما ان صحتك اهم.